في ليلة شتاء من ليالي سنة 1976، وتحديدا يوم 14 فبراير، صحيت مصر على خبر زي الصعق. الصوت اللي كان بيطمن قلوب المصريين قبل أذان المغرب في رمضان سكت للأبد. بس الغريبة مش في الموت، الغريبة في الورقة اللي سابها الشيخ قبل وفاته بساعات، وصية مكتوبة بخط ايده، كأنه كان شايف ملك الموت واقف مستنيه على الباب. مين هو الراجل ده؟ وازاي صوت ريفي بسيط قلب موازين الموسيقى في مصر لدرجة ان رئيس الجمهورية بنفسه يتدخل عشان يخليه يغني؟ تعالوا احكي لكم حكاية سيد النقشبندي من الولادة لحد اللحظة اللي خلع فيها عمامته وبكى قدام بليغ حمدي. جهز قهوتك وركز معايا، عشان اللي هتسمعه دلوقتي ده مش مجرد حكاية، دي قصة راجل روحه بتطوف حوالينا من 100 سنة ولحد النهاردة. الحكاية بدأت في قرية دميرة تبع طلخة في الدقهلية سنة 1920. طفل اتولد في بيت كله بركة. أبوه كان شيخ الطريقة النقشبندية. لقب النقشبندي مشتق من الطريقة الصوفية النقشبندية، وتعني لغويا نقش حب الله على القلب. بس الطفل ده ملحقش يشبع من طمي الدلتا، وهو عنده 10 سنين والده قرر ينقل العيلة كلها لطهطة في سوهاج. الصعيد يا جماعة هو اللي صنع رنة صوت النقشبندي. في طهطة حفظ القرآن وهو عنده 8 سنين، وبدأ يحضر حلقات الذكر الصوفية. تخيل طفل واقف وسط الزكيرة بيسمع القصائد والمواويل الصعيدية اللي فيها طالعة من القلب. هناك اتعلم يعني ايه نفس طويل، وازاي يطوع حنجرته عشان تجيب القرار العريض والجواب اللي يشرخ السماء. وراح لسيدنا الحسين. في طهطة النقشبندي ما كانش مجرد قارئ، ده كان سلطان مداحين. قعد هناك لغاية ما بقى شاب وتعلم الفقه والحديث، وبدأ صوته يسمع في الموالد. الناس كانت بتسيب الأكل والشرب وتقف تسمع على الواد بتاع طهطة اللي صوته فيه بحة غريبة بتهز الشجر. سنة 1955 الشيخ سيد خد قرار مصيري، ساب الصعيد وراح طنطا عشان يكون في رحاب القطب الصوفي السيد البدوي. ومن هنا بدأت الأسطورة الحقيقية. النقشبندي بقى هو صوت طنطا. السواح والمصريين اللي بيروحوا يزوروا البدوي كان هدفهم يسمعوا الشيخ سيد وهو بيبتهل. صوته وصل لسوريا قبل ما يوصل لإذاعة القاهرة. سافر دمشق وعمل حفلات هناك، والناس شالته على الأعناق. حياة الشيخ سيد في طنطا ما كانتش مجرد ميكروفون وجامع، لأ، ده كان جزء من نسيج الحارة الطنطاوية. الشيخ كان بيحب ينزل يقعد على القهوة وسط الناس البسيطة، يلبس الجبة والقفطان المكويين بالمسطرة، ويمشي بهيبة تخلي الفتوات نفسهم يوطوا راسهم احتراما ليه. كان عنده طقس غريب، كان بيحب يسمع أم كلثوم جدا. تخيل المنظر ده، الشيخ النقشبندي قاعد في ركن في قهوة بلدي بيسمع الست وهي بتقول جددت حبك ليه، وعقله شغال بيترجم الألحان دي لابتهالات دينية. الناس في طنطا كانوا بيعتبروه بركة المدينة، لدرجة ان التجار كانوا بيستفتحوا بصوته الصبح وهو ماشي رايح الجامع.
وكأن صوته هو المنبه الروحي اللي بيعرفهم إن الفجر أذن والرزق استوى. تخيل إن الصوت العظيم ده قعد لغاية سنة 1967، يعني وهو عنده 47 سنة، ومحدش في إذاعة القاهرة يعرفه لغاية ما جه مولد الحسين. الإذاعي الكبير أحمد فراج كان بيسجل خارجي، وسمع الشيخ سيد وهو بيبتهل في الحضرة. فراج وقف مكانه مذهول وسأل مين صاحب الحنجرة اللي بتزلزل الأرض دي. ومن هنا الباب اتفتح والنقشبندي دخل القاهرة من أوسع أبوابها، وبقى ضيف دائم في برنامج في رحاب الحرمين. ونيجي بقى عند الحكاية اللي كان فيها أكشن موسيقي حقيقي. سنة 1972 الرئيس السادات كان بيحتفل بخطوبة بنته في القناطر الخيرية، وكان عازم بليغ حمدي والنقشبندي. السادات بذكائه نادى بليغ ونادى النقشبندي وقال لهم جملة واحدة: عايز أسمعكم مع بعض. بليغ يلحن والشيخ سيد يقول. النقشبندي اتصدم، خرج مع الإذاعي وجدي الحكيم وقال له بلغة الحارة المصرية: يا وجدي، ازاي هغني على ألحان بليغ؟ الواد بتاع حب ايه وألف ليلة وليلة؟ الناس هتقول عليا ايه؟ ده انا راجل منشد، عايزنا نتمايل على ألحان الراقصات؟ الشيخ كان خايف بليغ يفسد وقار الابتهال. اتفق مع وجدي الحكيم على إشارة: لو اللحن معجبنيش هقلع العمة، ودي إشارة إننا نرفض ونمشي. بليغ حمدي لما شاف قلق الشيخ عمل حركة ذكية جدا، قال لوجدي الحكيم: سيبوني معاه لوحدنا وروحوا اشربوا قهوة. بليغ قعد يعزف على العود نغمات شرقية أصيلة، وبدأ يغني هو بصوته: مولاي إني ببابك. الشيخ سيد ودنه موسيقية جدا، بدأ يلاحظ إن بليغ مش بيعمل أغنية ليل، ده بيعمل ملحمة سماء. اللحظة اللي خلع فيها الشيخ عمامته ما كانتش بس عشان اللحن حلو، دي كانت لحظة تسليم. الشيخ حس إن بليغ قدر يترجم الوجع والرجاء اللي في قلبه لمزيكا، ومن كتر الانبساط فضلوا يسجلوا لغاية الفجر. وكل لما بليغ يعيد الشيخ يرتجل حتة أصعب، وكأنهم في مبارزة بين العود والحنجرة. علاقة النقشبندي بالرئيس السادات ما كانتش علاقة منشد برئيس دولة، كانت علاقة سلطنة. السادات كان راجل درويش في نفسه، بيحب الخلوة وبيحب صوت النقشبندي جدا. كان في مرات كتيرة يطلبوا بالاسم يروح له ميت أبو الكوم اللي هي بلد السادات عشان يقعدوا في جنينة البيت، والسادات يطلب منه ابتهالات معينة مفيش فيها موسيقى عشان يسمع خامة الصوت وهي بتشق سكون الليل في الريف. السادات كان بيقول عليه: النقشبندي هو اللي بيخليني أقدر آخد قراراتي الصعبة، وهو اللي بيهدي أعصابي. الغريب بقى إن الشيخ رغم قربه من رأس السلطة فضل عايش حياة بسيطة جدا، ما كانش بيطلب قصور ولا عربيات. كان أقصى طموحه يفضل صوته واصل لكل بيت في مصر وقت الفطار. النقشبندي كان عنده ملكة غريبة جدا، كان بيحس بالحاجة قبل ما تحصل. يوم 14 فبراير 1976 كان في زيارة لأخوه في طنطا، وفجأة تعب وطلب ورقة وقلم، كتب وصيته لمراته وعياله وقال فيها: ادفنوني بجوار والدتي في مدافن الخلاء بالبساتين.
ولا تقيموا لي مأتما، واكتفوا بالعزاء في الصحف. بعدها بساعات فاضت روحه لباريها. مات وهو لسه في قمة عطائه. مات وساب وراه أكتر من 40 ابتهال مسجل وتاريخ طويل من السلطنة. الشيخ سيد النقشبندي ما كانش مجرد شيخ بيلبس عمة، ده كان حالة مصرية خالصة. كان بيعرف يجمع بين الخوف من الله وحب الحياة. صوته كان بيوصل لمساحات صوتية جبارة، يعني يقدر يجيب نغمات مفيش بشر يقدر يجيبها غيره. النقشبندي ساب لنا درس إن الفن الصادق هو اللي بيعيش، سواء كان موال في حارة أو ابتهال في مسجد أو لحن من بليغ حمدي. رحم الله الشيخ السيد النقشبندي اللي كل ما بنسمعه قبل الفطار بنحس إن الدنيا لسه بخير.